السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع أبو هوجن في قناة الحمام المصري الأصيل. أحلى تحية مني لكل الغواة داخل جمهورية حلوان وخارج جمهورية حلوان، وأحلى تحية مني كمان للناس المحترمة أسرة أبو هوجن للحمام المصري الأصيل. النهارده الجمعة، جمعة مباركة علينا وعلى حضراتكم في سوق حلوان. حلوان بسم الله ما شاء الله فيها حمامتين حلوين قوي 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 قوي، ونرحب باي حد ينزل سوق حلوان وعلى راسنا من فوق. ده التقرير الاسبوعي بتاع كل اسبوع. طبعا انا ببتدي بيه بالمنتجات بتاعت ادوات الحمام مع ابو شادي، لكن نسالكم الدعاء لعيله ابو شادي، في عندهم ظروف عائليه، حاله وفاه والكلام ده كله. فهنبتدي ان شاء الله بامر الله التقرير النهارده في الحمام، فرجه الحمام احلى فرجه، وبحاول ان انا على قد ما بقدر اقدم لكم جوله في سوق الحمام مع ناس كتير قوي. نخش ونسمي الله كده. صباح الفل يا اخويا. نخش نسمي الله كده ونشوف احلى ناس في الدنيا. ادي السوق من اوله اهو. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل يا حمو، نهاركم ابيض ان شاء الله. احلى صباح عليكم. صباح الفل يا رجاله. احلى ناس في الدنيا سوق حلوان بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم حضراتكم شايفين الناس المحترمه. وطبعا انا شهادتي مجروحه، ما ينفعش ان انا اقول لك ولاد بلدي ايه، بس الفكره كلها بسم الله ما شاء الله حمامتين حلوين، وكل منتجات الحمام موجوده، سواء لوازم الحمام مع عند ابو شادي، ولا احمد يسري للعيون، او سواء سمير بتاع الكلف اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ادي السوق اهو، وبسم الله ما شاء الله احلى ناس في الدنيا حضراتكم، واحلى ناس في الدنيا. نخش من اول نبص على الحمامتين بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينهم، شويه انجلايز الله اكبر، بس زي ما انتم متعودين زي ما بنشوف الحمام نتعرف على صاحب الحمام. صباح الفل يا غاوي. نهارك ابيض يا باشا. ايه الاخبار يا باشا؟ حبيبي عرف نفسك كده لاخواتنا وحبايبنا على القناه. معاك محمد حشاش، وبصب على حلوان وشباب حلوان، بصب على فوق حبيبي الكل. حبيبي يا حاج محمد، حبيبي نهارك ابيض ان شاء الله. منين يا حاج محمد؟ احسن ناس البدرشين والله العظيم على راسنا من فوق. البدرشين والمساكن وكفر العلو والحومديه كل ده دايره واحده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. احلى غواف في الدنيا، ومنور النهارده مكانك التاني في سوق المساكن، واحلى محمد في الدنيا. احنا عندنا سياسه على القناه حلوه قوي يا عم محمد، بيقول لك اكرام الغاوي فرجته مع الابتسامه كده، وصلي لنا على النبي صلى الله عليه وسلم. احلى محمد في الدنيا. معاك ايه النهارده؟ انا جيت لك متاخر معلش، حقك عليا، بس انت عارف بقى ظروف اخوك ابو هوجن، بطلع من الشغل على عندكم هنا على طول. الله يخليك يا عم محمد، كلك ذوق يا عم محمد. انا شايف عندك كوكتيلات وشايف حاجات حلوه، عاوزين نتمتع كده والزغلولين الحلوين دول بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بص يا اخويا، برضو اللي ما يعرفش في الحاجه ما بحبش واحد يقول لك انا وانا والحديد التاني. العصافير على قد فيها خالص، والزينه نفس النظام، فبرضو علم ينتفعوا به الناس. قول لي دولم الكوكتيل دولم ايه نظامهم والدنيا فيها ايه؟ اهو لو حد يعني خلي بالك، غاوي الحمام بيبقى دايما انا العصافير ولما مؤاخذه يكون شنب على السطح كامل، فالحاجتين دول لازم يكون غاوي الحمام برضه. ممكن اخواتنا وحبايبنا على القناه يبصوا بصه ويشوفوا ده انتوا عندكم عصافير يا ابو هوجن وبتاع، كل حاجه موجوده. ايوه الله يبارك لك يا عم محمد. حلوه بتنزل كل حاجه حلوه. الله يبارك لك. احنا عندنا كل حاجه حلوه. انا في الصلاه على النبي. الله يبارك لك. عندنا القص الكوكتيلات ده، قص كوكتيلات. ده اسمه عصافير كوكتيل. عصافير كوكتيل. تمام. يبقى لك بتختلف بقى عن الاسطوانيات. ده حبشي ده اللي على الشمال؟ ده حبشي. تمام. ده رقم حبشي ده. تمام. واللي على اليمين؟ وعلى اليمين ده بتبقى مثلا حبه رمان اللي هي السكري. السكري. تمام. ليه بقى العين مش حمراء؟ انا عندي معلومه بيقول لك العين لازم تبقى حمراء في العصافير الا تانية. ايوه كل صح كده. ايوه صح كده. يتسمى برضه لاتيني بس سكري. ايوه لاتيني سكري. ايوه صح كده صح كده، بس برضه بيجي منه طفره والعيون حمراء بتاعته. لا بيبقى الدرب ده اساسي في اي حاجه. الدرب الدرب اساسي في الحياه. تمام. العصافير ده طالما الدرب مظبوط خلاص الفرد مظبوط. الدرب مش مظبوط، الدرب كويس هيقلب معاك. تمام. وتلاحظ ممكن تجيب اللاتيني دوت. حضرتك غاوي عصافير بقى كده، طالما عصافير وحمام. لسه انا بقول الكلام ده دلوقتي والله، بقول دايما غاوي الحمام عنده عصافير، وساعات يبقى في شنب على السطح كده، الكلب واخد بالك، لما مؤاخذه ربنا يعزك يعني. لا انا بموت في حاجه اسمها كلاب، لان وفيه جدا زي الحمام. عندي انا عندي كلب اصلا عندي البيت ما بيسيبنيش. تمام. بس انا ما بقومش عشان النجاسه بس. لا هي دخلنا فيها الكلام ده كله اللي جايبه الحراسه. غاوي الحمام يعني حرام حمام، زي مثلا حرام الغسيل بتاع زمان، زي حرام الغسيل بتاع زمان. تنكر معايا اللي فيه حراميه حمام بيطلعوا على الاسطح وبيفكوا الحمام؟ الله ينور عليك.
فطالما جايبه للحراسه والنيه للحراسه حطه على السطح، بس المهم ما تصليش على السطح، ولما تنزل اتوضى ما فيهاش اي مشكله. دي انا سالت فيها لان زوجتي منتقبه وسالت فيها دار الازهر لان كان في خلاف ما بينه وما بينها. الشيخ قال لها في دار الافتاء قال لها هو جايبه ليه؟ الكلاب اللي هي لا مؤاخذه الزينه دي اللولو والكلام ده كله لا ده حرام، لكن هو جايبه للحراسه. قالت له ايوه، ده هو كمان شغال بالليل ورديه ثالثه وانا بقعد في البيت لوحدي وساعات بسمع دبدبه على السطح. قال لها طالما للحراسه مفيش اي مشكله، بس انت على ما اعتقد مش هتطلعي تصلي فوق والكلب مش هينزل الشقه تحت. بس مشكلته بقى ايه؟ اول ما يجي يقعد يلعب معاك بقى ويتمسح معاك قال كله بتفصل. يا سيدي يتمسح معاك، ما انا كده كده بطلع بترنج هدوم اللي فوق بطلع بيها للحمام، لازم ليا عامل طقم ليا ولما بنزل الشقه عشان الزبل والكلام ده كله. ده في الشارع شفت بقى وافي ازاي بيمشي معاك بالظبط كده بالظبط. انت عارف لو مش حرام، لو هو مش حرام مش نجس هنيمه جنبه. ايوه انا وافقه. لا بس خدها قاعده، لو للحراسه يبقى مفيش مشكله. المهم انت غول العصافير، حقنا بقى مش هتقول تمن، حقنا بقى اللي دول ده ذكر وانتايه ايه ظروفهم؟ قص كبير. انت تعرف تحكم على ازاي بقى العصافير؟ يعني انا دلوقتي لو انا بحب العصافير الكوكتيل وعاوز مثلا اشتريهم، اول حاجه ابص عليها ايه؟ طب بص على القطع مساحه الفرد الاول. ايوه الشغل ده بتاع ربنا. الله ينور عليك. والعرف ده لازم يكون واقف زي ما هو واقف كده متشمس اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جدعان الشغل ده بقى بتاع ربنا، ممكن تجيبه زغلول ما هي دي ارزاق، دي ارزاق. الفرخ رزق في كل حاجه، الرزق في الاولاد ورزق في بس ما اجيبش بقى تعبان وصدره واقع واقول لك انا بالظبط. بس دول انت شايفهم كده حلوين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كمان مع رامي احنا كلنا جواه عم محمد برضه وبنكمل بعضينا. انا لو مش شايفهم حلوين ما كنتش قلت الكلمه دي للراجل. ما شاء الله راجل يعني بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بس تيرا برجل واحده. ها؟ تيرا برجل واحده. تيرا برجل واحده تمام. تعوقها في الحصى او حاجه او الشغل تعرف تسد البدر يكسر كده خلاص مالهاش دعوه بالحصى. تمام بس اهم حاجه البقره بتكسر ما يقلبش. ولا حبيبي البقره ما يقلبش. البقره اهم حاجه يعرف يوزن نفسه. لازم يكون رجليه موجود. يوزن نفسه عليها. بصوا يا جماعه برضو خدنا بالنا اللي هو اخونا برضو بيقول ايه اسم كريم ايه؟ محمد. عم محمد. ومحمد برضو ربنا يخلي محمد واسمه محمد. وانا ابني الحقيقي اسمه بدل هوجن محمد، ده اسمه الحقيقي. ربنا يخلي محمد واسمه محمد يا رب. بص النتايه برجل واحده والذكر حبشي بسم الله ما شاء الله، مستواهم معقول يعني. بس هي برضو ما تعبش الطيره اللي هي برجل واحده. لو ما بتعرفش توزن نفسها مع التكسير يبقى البيضه يطلع رايق. تمام الذكر مش هيبقى عليه عيش. تمام صح كده صح. القص ده مثلا كده زي ما انت شايفينه كده ده عامل كام يا اخويا محمد؟ اللي هي كلمه من بعد الاخر يعني مثلا انا مش هشتري واخويا محمد مش هشتري، بس لو شاب مثلا صغير زي اللي بيتفرج علينا ده وحابب عصفورتين كوكتيل زي كده هم دول عاملين 250 جنيه. ده من بعد الاخر بتاعه. ده من بعد الاخر. تمام بسم الله ما شاء الله. طيب احنا خلينا بقى في الحمام لان اكرام الغاوي فرجته فرجنا كده بالله عليك كده بايدك الحلوه الجميله وهتورينا ايه بقى؟ اوقات القص الانجليزه. احنا بنقول احنا بنتكلم بلغتنا، احنا بنتكلم بلغه حلوان. خلينا بلغتنا، خلينا البلد يوكل يا عم محمد. احنا بنقول عليه حلوانيه، هنا بنقول عليهم ايه؟ امريك. لا حته كده حته عشان خاطر ايه؟ ما تكروتناش. احنا بنقول على الانجليزه يا جدعان عندنا هنا في حلوان امريكانيات. تمام كده؟ الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله. الضرب اهو يا جدعان ملح اهو، ضرب ازاز اهو. امسك لنا عظمها كده. الطيره دي 250 جنيه يا باشا. صباح الفل يا باشا. احلى صباح عليك. صباح الفل يا اخويا. نهارك ابيض. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الف سلام عليك. صباح الفل يا اخويا. نهاركم ابيض ان شاء الله. انت يا عم طلعت معايا الفيديو اللي فاتت حسدت ولا ايه يا عم الحاج؟ في ايه؟ لا الراجل طلع معايا الفيديو اللي فات ببص كده على ايده والله. الف سلام عليك يا اخويا. نهاركم ابيض ونهاركم كله رزق. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ الفشر ده جه امتى؟ الوقت حالا. الفشر ده جه امتى؟ من محمد. صباح الفل يا محمد. نهارك ابيض. اخبارك ايه؟ صباح الفل يا خال. نهارك ابيض. الله يبارك لك. الله يعزك ويبارك فيك. جاب حته ايه كمان؟ فيشر 10 جنيه علينا. ايه بسم الله ما شاء الله. برضه هنعرف الفشر ده ايه؟ ذكر ولا انتايه ولا ايه؟ محمد الفشر ده ايه؟ بنوت. عامله كام دي يا محمد؟ لسه واخدينها ب 120 120 جنيه. شابه يعني ولا شغال؟ على وش شغل. على وش الشغل اهي 120 جنيه اهي. بس لونها حلو قوي عاجبني بسم الله ما شاء الله. النوع ده بقى نقول عليه ايه؟ روز ولا نقول عليه ايه؟ لا مش روز ده. امال ايه؟ ما انا ما اعرفش. نوعه ايه؟ فيشر بلاك. ها؟ فيشر بلاك. فيشر بلاك؟ فيشر بلاك. بيقول دي انتايه فيشر بلاك ب 120 جنيه.
ربنا يبارك لصاحب النصيب. حبيبي يا محمد، حبيبي يا باشا، الله يبارك لك، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله معانا الامريكانيات اهيت. بسم الله ما شاء الله. ده كشك العطاير. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله حاجه زي الفل. بسم الله ما شاء الله. الشباب بتقول عليها شرابات انجليزي. تمام. ده الذكر او ده الولد. ماشي. ده فرخك ده محمد شغال عندك؟ ولا بتاع حد من حبايبك؟ لا شغال. ورينا الجريد بتاعه كده. تمام. لعيب بقى في الجو. بسم الله ما شاء الله. تمام. وبيتم لعبه كله. تمام. والبنت بتاعته هنا اهيت. بسم الله ما شاء الله. ورينا برضو البنوت، ورينا البنوت. بيقول لك القص عليه حصى اهو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هي بتلعب لعبه جميل جدا في السماء. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. جايبه زغلتين عندي. بسم الله ما شاء الله زي الفل وطلعتهم. الله ينور عليك، الله ينور عليك يا باشا، الله ينور عليك، الله يبارك لك، الله يعزك ويبارك فيك. والزغلولين دول طالعوا يا جدعان، الزغالين ما بتتقلبش. ده كينج بقى ولا ايه؟ ولا نسأل صاحبهم؟ نسأل صاحبهم. نسأل صاحبهم. يا فين صاحبهم؟ دول كينج اصلا ولا ابو علي. حبيب صباح الفل يا ابو علي، نهارك ابيض يا باشا. صباح الفل. اخبارك ايه يا باشا؟ صباح الفل على كل احلى. مشاهدينك العسل. الله يبارك لك، احلى صباح عليك يا باشا. دول عم هوجن ولاد كينج ولاحم. ولاد كينج ولاحم. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله على صلوتين. الله اكبر. اللهم صل على النبي. ولاد كينج ولاحم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يكرم صاحب النصيب بيهم. بسم الله ما شاء الله. حجمهم حلو قوي يعني. الله ما شاء الله. الشعر الاصفر الله اكبر هم يا جدعان. بسم الله ما شاء الله. في الطبيعه حاجه كويسه جدا اهو. الريش الحرام فيها اهو. ريش الحرام في الزغلولين اهم. بسم الله ما شاء الله. احنا بنقول برضه عشان اخواتنا وحبايبنا ريش الحرام يعني الشعر الاصفر. ناس يقول لك ريش اصفر، ناس يقول لك شعر اصفر، ناس بيقول لك ريش الحرام. ولا انا غلطان يا عم محمد؟ المهم اللي هم زغالين لسه بتصاصي كتم يعني. تمام. الزغلولين دول عاملين كام؟ دول عاملين 120 جنيه. 120 جنيه. 120 جنيه. هات يا عم على 20 جنيه كمان يا عم. جاب الحته الفشر الثانيه اهي. ده جبت الدكر ده بقى ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جدعان محمد ماسك الدكر في ايده اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عندنا فيشر وكوكتيل اهو في السوق. بسم الله ما شاء الله. لكل الغواة، الناس اللي بتحب العصافير مع الحمام زي ما انتم شايفين يا جدعان اهو. بسم الله ما شاء الله. الجوز ده كده من ابو كام؟ من ابو 200 جنيه الفيشر ده يا محمد؟ من ابو 200. بسم الله ما شاء الله على وش شغل اهو. جوز ب 200 جنيه اهو. احلى صباح عليك يا اخويا محمد، واحلى صباح على كل الغواة. نهارك ابد ان شاء الله. حلوان العسل والناس الكويسه. الله يبارك لك. وحبايبه كلهم. الله يبارك لك. احلى صباح عليك يا باشا، وجمعه مباركه علينا وعليك، ونهارك كله رزق ان شاء الله. احلى عم محمد في الدنيا يا باشا. نهارك ابيض ومنور. مكانك الثاني البدرشين والمساكن منطقه واحده كلها تحت رايه جمهوريه حلوان للحمام. صباح الفل. احلى صباح عليك يا باشا. نهارك ابيض يا باشا. هنكمل بقيه الجوله بتاعتنا يا جماعه زي ما احنا ماشيين اهو مع الناس المحترمه، الناس الجمال زي ما انتم شايفين. هنخش برضو هنشوف الدنيا فيها ايه زي ما انتم حضراتكم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. ربنا رجاله. نهاركم ابيض ان شاء الله. صباح الفل يا باشا. احلى صباح عليك. نهارك ابيض يا باشا. اخبارك ايه؟ اخبار الاولاد ايه؟ كله بخير؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الزغلولين دول ايه بقى؟ اللهم صل على النبي. زغلولتين جمعيهم. بسم الله ما شاء الله. احلى صباح عليك. ما ينفعش نشوفك كده من غير ما نصبح عليك يا باشا. نهارك ابيض. صبح على الراجل العجوز بقى عم سعد. صباح الفل يا عم سعد. نهارك ابيض يا باشا. اللهم صل على حضره النبي. تمم البيعه براحتك كده واحنا معاك. خلصت البيعه؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا خالد. نهارك ابيض يا باشا. احلى صباح عليكم يا جماعه. الله يكرمك. اقول لك يا حاج معاك فضه؟ لا والله لسه على الله. نهاركم ابيض ان شاء الله. احنا عطلناك عم سعد ولا ايه؟ بعت ايه؟ طيرة هزاز، هم كانوا قص هزاز. تمام. طبيعة طيرة هزاز. فاضل صباح الفل يا كابتن. عامل ايه الاخبار؟ كله تمام؟ هو من هواة الهزاز. اسم كريم يعني. ايه؟ ابراهيم. طب تعالى يا ابراهيم، انت خايف ليه كده يا ابراهيم؟ ايه نهارك ابيض يا عم؟ نهارك ابيض. صبح على الناس. انت راجل حلواني يعني كريم يعني كلك حلويات يا حاج. عشان اللي بنى مصر كان في الاصل ايه؟ حلواني. حلواني. صباح الفل حلواني. ورينا بقى الطيره اللي معاك دي كده. بسم الله ما شاء الله. انت ماسك باب الهزاز؟ تحب باب الهزاز يا ابراهيم؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اهو بيقول لك ابراهيم بيقول لي مش هتطير. ابراهيم بيقول لي مش هتطير. اهو
المفروض كان ايمن يمسكها ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايوه ماشي، اداله. عم سعد ابراهيم سخن وسابها على الشياله، ما خلاص اشتراها بقى براحته. الشارع انا ماليش دعوه. اشتراها، بيقول لك التيره مش هتقوم يا عم سعد، بيقول لك التيره مش هتقوم. صباح الفل يا باشا، عامل ايه الاخبار؟ الله يبارك لك. صباح الفل يا باشا، نهارك ابيض. صباح الفل. بيقول لك التيره هتقوم، انت قلت لا مش هتقوم، فانت بقى براحتك يا ابراهيم. طالما انت ماسك الباب كده لازم ايه، نصبح عليك. صباح الفل الاول عليك. ورينا بقى كده التيره وهي في ايدك بقى، المره دي ما تحطهاش. هم بيقوموا عندك يا عم سعد؟ اصل هم مخروطين كام ريشه كده. ايوه هم بيقوموا يعني. لكن بيقوموا يا عم. اعرف برضو من صاحب الحمامتين برضو ابراهيم، لان بيقول لك الهزاز ساعات والله العظيم. انا كان زمان والله كان قص هزاز عندي كان بيخش في المجال، قص هزاز بيض كانوا بيخشوا في المجال، يعني ساعات فيها هزاز بسم الله ما شاء الله بيطير في المطار بتاعه حلو قوي. ماما بس تمام. ورينا بقى كده الطيره بعد اذنك وهي في ايدك. تعال قرب كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شيل المحفظه بتاعتك يا ابراهيم، لان ماشي عشان عندنا سياسه على القناه اسمها اكرام الغاوي وفرجته. انت كده خدت القص، كنا هنتفرج على القص، خدت الطيره منه. لا هم تايتين. يعني انت معاك قص تاني؟ طالعين ترتين. وانا طلعت له طيره يعني. تمام، عشان انا شفتك الصبح معاك حتتين وافتكرت قص. ما هم لا ترتين. تمام يا باشا، تمام ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يا ابراهيم خدتها بكام يا ابراهيم؟ ايه؟ خدناه ب 60. ب 60 جنيه؟ لا ب 65 ما تكتبش. 65 جنيه. لا عاوزين المصداقيه. الله ينور عليك. عاوزين المصداقيه. 65. احنا مجرد بس لو شاب في سنك مثلا نزل السوق يبقى عارف مثلا التقليب بتاعها ده هزاز مصري مش هندي. هزاز مصري مش هندي. الهند بيبقى كركور كده وبيبقى اكتر من كده. تمام. وبيبقى شروان. تمام. مختلف عن كده. تمام. وبعدين الهند بيعمل 300 400 جنيه. بالظبط كده. بيبتدي من 200 وانت طالع. من 200 وانت على حسب التقليب. ما هي دي الفكره كلها بتاعت الحمام كله يا عم سعد. أيوة. الحمام مش مسعر. أيوة. يعني مش مثلا زي ازازه زيت المحل ده بيبيعها ب 10 والمحل اللي جنب منه بيبيعها ب 11. كل فرد حمام بتقليبه لما بتقلبه بيقول لك انا من ابو كام. ايوه صح كده ولا غلط؟ فعشان كده احنا بنخلي في الفيديوهات علم ينتفع به الناس، بنقلب الحمام الاول وبنقول الحمام ده عامل كام والسعر اللي بتقوله في الفيديو على حسب الحمام اللي انا شايفه قدام مني في الموبايل. تمام يا عم سعد؟ مشي بقى البيعه واخد بالك وكمل ايه وربنا يبارك لك فيها يا ابراهيم. انت اللي اشتريتها ولا ابراهيم اللي اشتراها؟ اسمك ايه؟ ابو هوجه. صباح الفل يا باشا، نهارك ابيض يا باشا، نهارك ابيض. صباح الفل يا باشا، احلى صباح عليكم. انت ماسك باب الهزازات، بتحب الهزازات؟ وابراهيم برضو بيحب باب الهزازات؟ تمام. اشتريتها من عم سعد ب 65 جنيه. طيره شغاله ولا طيره لسه شابه؟ صباح الفل يا باشا، نهارك ابيض، احلى صباح عليكم. نهاركم ابيض. صباح الفل يا باشا، احلى صباح عليك يا باشا، نهارك ابيض. صباح الفل يا رجاله. بصوا يا جدعان الطيره اهي ب 65 جنيه اهي. شابه دي يا عم سعد، شابه يا عم سعد. شابه على وشه. بسم الله ما شاء الله. يعني خيرها عند صاحب النصيب اللي هو ابراهيم بقى. ايوه. ربنا يبارك لك فيها يا ابراهيم، ربنا يبارك لك فيها. بسم الله ما شاء الله. عندنا حمامتين استراليات اهم، بيوت القديمه كريزليات. بسم الله ما شاء الله. عم سعد بس لما يجوا يمني حته يمني اهي او حتتين يمني. بصوا يا جدعان او 4 حتت يمني. ما بسم الله ما شاء الله. ادي حته. ما خلي بالك انا اقول لك على حاجه بقى لاخواتنا وحبايبنا المشاهدين كتير مش عارفاها. انا بطلع من الشغل بالليل، انا بشتغل يوم الخميس اللي هو كان امبارح، انا ورديه ثالثه، فبطلع من الشغل على السوق هنا، فببقى جاي مش شايف. المفروض ان انا اروح انام بس بصور الاول ايه في سوق الحمام. والناس كده اعتذرت لهم الاسبوع اللي فات برضو على النضاره مش تناكه. بص عينيا عامله ازاي. ايوه. ليه؟ عشان انا دروبي مقفله شغال بالليل. صح كده، دروبي مقفله شغال بالليل. صباح الفل يا خال، نهارك ابيض، احلى صباح عليك يا باشا، نهاركم ابيض. صباح الفل يا خالي، نهارك ابيض يا باشا. ايه يا عم في ايه؟ تبسم للنبي. ايوه كده، انت بتضحك من بعيد لبعيد ولا خايف وشك يشقق ولا ايه؟ نهارك ابيض يا باشا، احلى صباح عليك يا باشا، احلى صباح عليك. فهي دي الفكره كلها. انا بتكلم معاكم عقبال ما عم سعد بيفك في البيعه، عشان عم سعد ساب لنا العجله وساب لنا الحمام. فالفكره كلها يا اخويا والله مش النضاره دي مش تناكه، بس اللي ما يعرفش برضو لازم نبتدي نقول له او نعرفه. انا راجل شغال بالليل ورديه ثالثه، خد بالك، شغال 8 ساعات من 12 بالليل ل 8 الصبح. عقبال ما بقى الشمس بقى بتضرب في وشي، لان خلاص بقى كده انا اول ما صحيت بالليل والدروب بتاعتي مقفله، اول ما الشمس بتضرب في وشي بتجيب بقى الوان وتلاقي عين قافله وعين فاتحه، واخد بالك. فهي دي الفكره كلها. عم سعد جه اهو وخلص البيعه بتاعته اهو، بسم الله ما شاء الله.
وواحد تاني جاي الهزاز اهو، بسم الله ما شاء الله. اهو نشوف البيع يا جماعه اهو مع بعضينا اهو، نشوف البيع مع بعضينا، نشوف البيع اهو مع بعض. صباح الفل، عامل ايه يا باشا؟ ايه الاخبار؟ الله يبارك لك، نهارك فل ان شاء الله. دي البنوته الهزازه يا جدعان، ما عجبتش الراجل مثلا. صباح الفل يا كابتن، عامل ايه الاخبار؟ كله تمام؟ انت دلوقتي قلبت في النتايه مثلا، شفتها شابه عاوز حاجه اكبر، عاوز حاجه صغيره، ولا قلبت مثلا في النتايه دلوقتي بتاعت لسه ما اشتغلتش. تمام، الله ينور عليك. على وش الشغل. يعني انت بتدور مثلا، انا عن نفسي شغال، انا معايا ضغط شغال، نتايته مات، فانا لازم ادور له على نتايه. تمام، بس انا من مدرسه اخويا والله اخد الشابه، خيرها عند صاحب النصيب، يبقى خيرها عندي. وبطيخه مقفوله بقى، طلعت عطال نصيبي، طلعت شغاله وشغالها مكنه، يبقى خير. بس ما تضمنش ان انت تاخد نتايه شغاله، ممكن يكون صاحبها الغاوي عاملها مكنه، تدخله حصى. يعني انت فاهمني ازاي؟ يعني احنا كلنا بنكمل بعض والله. انت راجل زي العسل واخويا الصغير وفوق دماغي، بس لو انت شفت شابه عليها ريشتين او عليها 3 او عليها 4 خدها وانت مطمن، لان يبقى خيرها عندك احسن من الكبير. انا عندي انتايه شغاله هبيعها ليه؟ الا لما يكون بس 80% محتاج فلوسها. بس على ما اعتقد عم مساعد مش يعني، ربنا يزيده، وكل اسبوع بينزل. فانا شايف اللي هي طيره كويسه، واختها لسه طلعت دلوقتي. ولما مؤاخذه يا عم سعد ما تزعلش مني، طلعت اختها ب 65 جنيه. اسمح لي يا عم سعد يعني، ولا في مشكله؟ هي عامله زي الثانيه ولا اغلى؟ هي اختها، هي اختها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. احنا بس علم ينتفع به الناس، الكابتن بنعرفه ونقول له بس انا شفت البيع يعني. هو ما ينفعش بلغه السوق، يعني هو النظام بتاع السوق ما ينفعش، بس انا متعود مع الناس، وزي ما انت بتقول دلوقتي ما تكذبش. الكلمتين دول بقى للراجل اللي هيجي ده. هو انت بتقلبها له وبعد كده هو اللي هيشتريها؟ اسمك ايه؟ احلى ابراهيم في الدنيا، نارك ابد ابراهيم، الصلاه على النبي. هم كل الموعدين بيه النهارده ابراهيم، ربنا يخلي ابراهيم ومحمد، وربنا يخلي الناس كلها، الناس المحترمه كلها. احلى ابراهيم في الدنيا، والراجل المحترم. بتعرف على الراجل بقى اللي انت ناديته وخليته يبص بص عليها. صباح الفل يا غاوي، نهارك ابد يا باشا. اسمك كريم ايه؟ مصطفى. حبيبي يا مصطفى. قلب لك ابراهيم، قلب لك في الطيره دي، لقاها شابه بسم الله ما شاء الله، ودمها خفيف وسعرها مستريح كمان، 65 جنيه من بعد الاخر. انا اسمح لي بس بتم من البيع يا مصطفى، معلش ما تزعلش مني يعني، لو لازم استاذنك برضه، عاوز احضر البيعه بس، لو ما بين البيع والشاري بس، مش اكتر من كده. برضه عليها ايه زي ما انت شايف، عليها كام دي؟ عليها 3. عليها 3. اخرها عند صاحب النصيب. الطيره زي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا يا باشا انا قلت خلي بالك يا ابراهيم، خلي بالك يا مصطفى، استنى بس استنى، انا لسه هتشوف الفيديو، لسه اختها متباعه ب 65 قدامي. اصل انا برزق فيه وانا معايا ذكر. ربنا يرزقك، ربنا يرزقك، ربنا يرزقك، ربنا يرزقك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك فيها يا رب. نهارك ابيض، نهارك ابيض يا باشا، نهارك ابيض يا ابراهيم، احلى صباح عليكم. البيعه ما تمتش يا عم ابراهيم، عارف ليه؟ عارف ليه؟ هقول لك ليه. عشان انا غلطت وقلت 65. استنى بس عشان بس معلومه لاخواتنا وحبايبنا. انا بقول بلغه السوق وبعرف السوق، ما ينفعش تقول اللي هو السعر الاخر. لازم انت طالما واقف في سوق، لان هو ده ما تزعلش مني، ده الشعب المصري وده غاوي الحمام، لازم يفاصل. لازم يفاصل. 65 فاهمني؟ يبقى ما شاف ابو الشين بقى في الطاجن. واحنا ما عندكش انت كده، فاهم؟ وانا ما عنديش كده. ما عندكش كده، عندك كده ايه؟ عندك مصداقيه. ده اللي انت عايزه. ابراهيم جاب له ذكر اهو زي ما انتم شايفين. حلو مش وحش. ابراهيم جاب ذكر اهو، ده اللي بيتكلم فيه. بس لعلمك الطيره بتاعتي احلى منك. انا هاجي لك ست. عارف ليه؟ عارف ليه؟ بص ما فيش هاتش، هو واقف بيه. خلي بالكم بس، هنحضر البيعه دي ما بين ابراهيم وما بين عم سعد. طب انت شايف الديك ده احلى من ده اللي عندي. بيقول انا طرت احلى، بيقول له لا طر الذكر بتاع اللي انا جايبه احلى. فهي دي اللغه. بص بقى الهزه ده ما فيهوش هزه خالص. انا واقف قدام الحاجه بتاعتك، معلش سامحني، الله يبارك.
هو عمل بقى حاجه حلوه يا عم سعد، جاب لك الدكر وقال لك انا جبت الدكر ده لو جابه ب 60 اقول لك ب 40. كتير احلى منه، انا عارف ان كتير احلى. الله ينور عليك، الله ينور عليك. احنا جايبينها ابراهيم رجع البيعه لا ده هو بيقول لك بقى. بص عليها كده، شوفها ذكر ولا انتايه. دي انتايه تمام. نهاركم ابيض ان شاء الله. صباح الفل يا اشرف. احلى صباح عليك. ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، عامل ايه الاول؟ نهارك ابيض، نهارك كله رزق يا اشرف. اخونا وحبيبي ابن ابراهيم بيقول لي انا عاوز امسك باب الشخاخله واشرف سابقني. شفت الشو اللي فات لما انا صورت معاك الشخشولي؟ ايوه. طلعت من الباب ولا انت عندك زيادات فيه ولا لا ايه؟ عندي عندك كام قص؟ حتى لسه نازل باثنين برضه سود شخاش لسه بايعهم الصبح. عندك كام قص؟ عندي دلوقتي 4 قصوص حاليا. 4 قصوص تمام. طب بعد اذنك لو تبعت لي الصور على الواتس، بحيث ان الراجل برضو من حلوان هنا ابراهيم، بس غاوي وزار وغاوي حمام تاني هيطلع منه، وحب الشخره واخش في باب الشخشولي بالذات. يقول لي حلو وكويس يعني. فبعت لي الصور بتاعته كده على الواتس بالله عليك عشان ابعتها لابراهيم. نهارك ابيض يا اشرف، احلى اشرف في الدنيا. نهارك ابيض. ورينا بقى كده يا حاج الايه اليمني، الحمام التاني ده ايه؟ على العنبريه دي، العنبريه دي ورسلايه، والسودا دي برضه ورسلايه. تمام. هي عامله كام يا باشا؟ تمام. عامله 150. تمام كده. تمام. يا كبريتو عندك اليمني اهو. اليمني وده الذكر الكاري. ايوه. بسم الله ما شاء الله. طيب انت بتشيل حمام للناس عندك، وشوف انت الحمام اللي هو بتاعك انهي؟ اليمني؟ اليمني. اليمني تمام. القص مثلا قص معاه زغاليل. قص معاه زغاليل. قص معاه تمام. زغاليل. تمام يا عم سعد، تمام. نهارك ابيض يا عم سعد، ويجعل استفتاحك زي الفل ان شاء الله بامر الله. وعلى ما اعتقد كده الفيديو بتاعنا، عشان انت بتقول لابو وجر خليه نص ساعه، خير الامور الوسط. ايه رايك؟ خير الامور الوسط. ايوه. خليه نص ساعه بس التقرير بتاعك الاسبوعي ان شاء الله. تمام. انا لو دخلت على كل واحد في السوق وشفت الحمام بتاعه، لان بسم الله ما شاء الله السوق زي ما انتم شايفين اهو. بس وايه رايك في السوق؟ اكبر مدرسه، اللقب بتاع المدرسه بتاع السوق، ايه رايك فيه؟ لا السوق مدرسه طبعا. تمام. لما تكون قاعد في البيت وتشتري ولا تبيع، صباح الفل يا باشا. ما تنزل السوق شيء تاني. تمام يا عم سعد، تمام. انت النهارده مالك؟ انت ما فطرتش ولا ايه؟ لا لسه. صح كده؟ ايوه، عايزين الابتسامه دي، تبسم للنبي. انت دايما بتبسطني فيك بالابتسامه دي. احلى ابتسامه منك يا عم سعد والله. نهارك ابيض ان شاء الله. احلى صباح عليك يا باشا. ويا جماعه كان راي عم سعد، وكان كام واحد من اخواتنا وحبايبنا المحترمين بيقولوا لي خلي الفيديو بتاع السوق يا ابو هوجن نص ساعه، وفي ناس والله يا عم سعد بيقولوا لي صور لما تيجي تنزل من البيت انت بتروح السوق ازاي. طب يا جماعه عاوزين نفرج الناس على الحمام. ايوه يا خد بالك، بس بنطلع برضو الفيديو بمعلومه او معلومتين لكل الغواة والناس المحترمه اللي بتتفرج علينا. صح كده؟ علم ينتفع به الناس يا عم سعد. احلى صباح عليك، ونهارك كله رزق ان شاء الله بامر الله. الله يبارك لك. صباح الفل عليك. ده انا ابنك بقى، انا ابنك يا عم سعد. ربنا يبارك لك، انت على راسي من فوق يا عم سعد. حبيبي يا كابتن، حبيبي يا باشا، اخبارك ايه؟ الله يبارك لك. هو ده يا جدعان زي ما انتم شايفين كده اخواتنا وحبايبنا في سوق حلوان اهم زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله عليه. سوق حلوان الله اكبر عليه. وهو الناس المحترمه اللي احنا بنتكلم عليها زي عم سعد وغير عم سعد، الناس كتير المحترمه. برضو عم سعد بيقول لابو هوجن خلي هو عم سعد متابعنا على اليوتيوب، يعني زيد شرف يعتبر 1% من حلوان. ومعظم الحلوانيه الشباب بيبقى عندها البقره قليله، ما بيخشوش على اليوتيوب كتير بفضل ونعمه من عند الله. كل الحلوانيه وبره الحلوانيه، انا دايما بقول كل الغواه، يعني انا دايما بقول احلى تحيه مني لكل الغواه داخل جمهوريه حلوان وخارج جمهوريه حلوان. جمهوريه حلوان للحمام، مش جمهوريه، احنا كلنا تحت رايه جمهوريه مصر العربيه، بس احنا بنحب دايما. صباح الفل يا غالي، نهارك ابيض يا باشا، احلى عرقسوس في الدنيا. طب تسمح لي بس اختم الفيديو بالله عليك بس حبيبي يا باشا. نهارك كله رزق، ودايما انا بحب الخير للناس كلها، وربنا يرزقنا ويرزقك ان شاء الله. بس اديني فينتو ثانيه بس. اسمك الكريم ايه؟ حبيبي عم محمد. النهارده بسم الله ما شاء الله محمد مليان في السوق النهارده، بسم الله ما شاء الله. عاوز ايه؟ حبيبي يا باشا، صباح الفل يا باشا. طبعا الشباب زي ما انتم شايفين كده بيحبوا دي قناتهم،
ودي حاجتهم والمحتوى ده بتاعهم، ولحضراتكم برضه بنحاول ان احنا على قد ما بنقدر علم ينتفع به الناس بنعرفهم السوق. وزي ما انا في الفيديو اللي فات اعتذرت للنضاره، والله يا جماعه ببقى الشغل على حضراتكم، ببقى شغال طول الليل وببقى الجروب بتاعتي مقفله خالص، فالشمس دي بتتعبني اصلا، وانا اصلا عينيا اصلا وجعاني. فبس هي مجرد مش هتكلم في موضوع النضاره تاني، بس في ناس كتير اخواتنا وحبايبنا دخلوا معانا جديد، وكان ساعات في ناس بتتواصل معايا لان الواتس بتاعي ده عامل زي الجروب كده، الناس كلها بتتصل بيا والناس كلها برد عليها. فمحبه لان كلنا اسره واحده، كلنا اسره واحده يا محمد ولا لا؟ محمد كلنا اسره واحده، تنسيتني يا محمد، واخد بالك ولا يهمك؟ فكلنا اسره واحده، اسره الحمام المصري الاصيل. انا بقول اسره اللي والله لقيت مشاعر من الشباب وناس كبيره، ناس محترمه على راسي من فوق، ناس بكنلها كل الادب وكل الاحترام، ناس فعلا محترمه على راسي، فبنقعد ندردش مع بعضنا. ففي ناس منهم مش عارفين مثلا موضوع النضاره ده، مثلا ابو هوجن ممكن تصور من غير النضاره. انا قلت لهم يا جماعه بحاول ان انا بطلع من الشغل على السوق قبل ما بروح، بطلع من الشغل على السوق بصور لكم التقرير وارفعه مثلا، وبعد كده بنام، لان الرفع ده اي حد من اخواتنا وحبايبنا اليوتيوبر احتراما ليهم كلهم بيتعبوا عشان يقدموا لكم الفيديو ده. في مونتاج صباح الفل يا باشا، بيبقى في مونتاج، بيبقى في تقطيع، بيبقى في تعليق صوت، الناس دي كلها بنعمل كل ده والله يا جماعه مش عشان فلوس من اليوتيوب، في فلوس عشان ما اكذبش عليكم بس فلوس قليله. فاحنا بقى خلينا صراحه مع بعض، انا كل 3 شهور بقبض $100، كل 3 شهور بقبض $100، عندي 13,000 دلوقتي مشترك، كل 3 شهور بقبض $100، يعني الشهر بتاعي ب 500 دول. انا بكلف الحمام بتاعي ب 800 جنيه في الشهر، انا بكلف الحمام بتاعي بس ب 800 جنيه. القناه هتزيد ان شاء الله بامر الله من عند ربنا ومن حضراتكم، بس مهما كان المكاسب زي مش انتم متخيلينها. ممكن القنوات الثانيه بتاعت التحديات بتاعت مثلا العائلات، الكلام ده كله، الاسر، الكلام ده كله، هي ممكن تعدي المليون وتعدي ال2 مليون والكلام ده كله.